بتذاكر ألماني ساعتين، ذاكر 4، لو بتذاكر 4 ذاكر 8، لو حاطط لنفسك خطة سفر مثلًا إن أنت تخلّص B1 في سنة، اضغط نفسك وخلّصه في 6 شهور. ليه بقى باقول لك الكلمتين دول؟ إن المنافسة دلوقتي بقت نار، واتجاه ألمانيا دلوقتي لشرق آسيا زي ما عملت إنجلترا، شرق آسيا ده بقى داخل فيها الهند وباكستان ونيبال والفلبين، فأنت دلوقتي المنافسة ما بقتش سهلة زي الأول، والفرص موجودة وكل حاجة، ولكن التقاتل عليها كبير جدًا، وبقينا نشوف ناس كتير جدًا اليومين دول في ألمانيا من الهند، الفلبين، دول شرق آسيا، دول بييجوا بيقفلوا دول حرفيًا على جنسيات تانية، زي ما حصل في إنجلترا على سبيل المثال، دلوقتي طريق إنجلترا صعب جدًا، حتى لو أنت في المجال الطبي اللي فيه عجز شديد جدًا هناك، من بُق ناس هناك وقال لك برضه إن الفرص صعبة والطريق بقى صعب، حُط لنفسك plan إن أنت تنجز حالك في خلال سنة من دلوقتي، لو أنت حاطط plan إن أنت تبدأ بعد سنة، لأ قوم ابدأ من دلوقتي، حاول تضغط نفسك بقدر الإمكان وتهتم بلغتك بقدر الإمكان، علشان تيجي لك بإذن الله فرصة إن أنت تلاقي مقعد وفرصة بإذن الله لسفرك، معنى كلامي الفرص لسه موجودة، ولكن التنافس صعب وشديد عليها من العالم كله.